في العناوين: عز الدين أوناحي يواجه أزمة ووليد الركراكي في حيرة. سفيان أمرابط على أعتاب فريق تركي بارز. أول تعليق لوليد شديرة بعد انتقاله للدوري الإسباني. نترككم مع التفاصيل. يواجه اللاعب المغربي الشاب عز الدين أوناحي صعوبات كبيرة في مسيرته الكروية الحالية، وبعد تألقه اللافت للنظر في كأس العالم 2022 وجد أوناحي نفسه خارج حسابات مدرب فريقه الجديد أولمبيك مارسيليا الفرنسي. استبعاد من التشكيلة الأساسية لم يتمكن عز الدين أوناحي من المشاركة في المباراة الافتتاحية لفريقه الجديد في الدوري الفرنسي، مما يشير إلى أن مدربه روبرتو دي زيربي غير مقتنع بقدراته الحالية. ووفقا لتقارير صحفية، فإن المدرب الإيطالي يعتزم التخلي عن اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. تأثير على مسيرته الدولية. هذا الوضع الصعب الذي يمر به عز الدين أوناحي قد يؤثر بشكل كبير على مستقبله مع المنتخب المغربي، فغياب الدقائق الأساسية في الدوري الفرنسي قد يجعله يفقد مكانه في تشكيلة المنتخب، خاصة مع وجود العديد من اللاعبين الشباب الواعدين. مخاوف من فقدان مكان في المنتخب. يخشى مدرب المنتخب المغربي وليد الركراكي من فقدان أوناحي لمستواه، مما قد يؤثر على أداء المنتخب في المباريات المقبلة. وقد حذر الركراكي اللاعب من ضرورة بذل المزيد من الجهد للعودة إلى مستواه السابق. خيارات أمام أوناحي. خياران صعبان: إما البقاء في مرسيليا والعمل على استعادة مكانة في التشكيلة الأساسية، أو الرحيل عن الفريق والبحث عن فريق آخر يمنحه الفرصة للمشاركة بشكل أساسي. وقد تلقى اللاعب بالفعل عدة عروض من أندية أوروبية. مستقبل غامض. يبقى مستقبل أوناحي غامضا في الوقت الحالي، فمن جهة يمتلك اللاعب موهبة كبيرة وقدرات فنية عالية، ومن جهة أخرى يواجه تحديات كبيرة في مسيرته الكروية. كشف الإعلام التركي عن تقدم نادي فنربخشة بعرض رسمي إلى نادي فيورنتينا الإيطالي بهدف ضم النجم المغربي سفيان أمرابط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. إعلان. وحسب تقارير إعلامية، فإن فيورنتينا تلقى عرضا رسميا من النادي التركي للتعاقد مع أمرابط الذي عاد مؤخرا من إعارة إلى مانشستر يونايتد. وتشير التوقعات إلى حسم صفقة انتقال سفيان أمرابط إلى فنربخشة خلال الأيام القليلة المقبلة، مع اقتراب نهاية فترة الانتقالات الصيفية في تركيا. من جانبه، أعرب رافاييلي بالأدينو مدرب فيورنتينا عن أمله في استمرار أمرابط مع الفريق. وقضى متوسط ميدان المنتخب المغربي الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة، وشارك في عدد كبير من المباريات، إلا أن النادي الإنجليزي لم يفعل بند شراء اللاعب. أعلن نادي إسبانيول برشلونة عن ضم اللاعب الدولي المغربي وليد شديرة إلى صفوفه قادما من نادي نابولي الإيطالي في صفقة إعارة لمدة موسم واحد. وأعرب شديرة عن سعادته بالانضمام إلى الفريق الكتالوني، مؤكدا أنه متحمس لخوض هذه التجربة الجديدة وتقديم أفضل ما لديه لمساعدة الفريق في تحقيق أهدافه. وشدد اللاعب المغربي على أنه يفضل اللعب كمهاجم صريح، معربا عن رغبته في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف. كما أشار إلى أنه تابع مباراتي إسبانيول الأوليين في الليجا لدراسة طريقة لعب الفريق وزملائه الجديدين. بهذه الصفقة ينتقل وليد شديرة من الدوري الإيطالي إلى الدوري الإسباني في خطوة جديدة في مسيرته الكروية.